عقدان من الزمن بينهما أحلام راودتنا مرارا وتكرارا للوصول للعالمية من جديد. عقدان من الزمن أتت خلالها أجيال وذهبت أخرى حتى وصلنا اليوم إلى جيل قاب قوسين أو أدنى من إعادة التاريخ من أرض تايلاند. منتخب الناشئين الذي عودنا على السعادة تنتظره مواجهة تاريخية في الدور ربع النهائي لكأس آسيا أمام نظيره الإيراني، وهي محطة تعتبر الأهم كرويا للجماهير اليمنية منذ 20 عاما، عندما صعد بنا نجوم منتخب الأمل إلى مونديال فنلندا في العام 2003. حظوظنا متكافئة مع المنتخب الإيراني، واحنا قادرين ان شاء الله على كسب نقاط المباراة والتأهل الى نهاية كأس العالم. اعتقد انه تقارب خطوطنا والضغط العالي على المنتخب الايراني وعدم السماح له بكسب فاولات في مناطقنا لانه يمتاز بالطول الفارع، ايضا اللعب على اخطاء الخصم. اعتقد ما فيها اي تسلل. كبوة تايلاند التي اثارت سخطا على التحكيم وايضا انتقادات لاداء منتخبنا نظر إليها البعض من زاوية تفاؤلية بأنها قد تمنح أبناء المدرب محمد البعداني التحدي والإصرار على رد الاعتبار وتحقيق الإبهار. حضور منتخبنا في مباراة كأس العالم ضد إيران للتأهل لكأس العالم في دور الثمانية، أنا أتوقعها 25 تذهب لمنتخبنا، بينما 75 تذهب للمنتخب الإيراني. بإمكان منتخبنا تدارك ذلك بشيئين اثنين: أولا معالجة الجانب الفردي الذي مر عليه منتخبنا طوال البطولة، لابد من التركيز على الجماعية في أداء الفريق في خط المنتصف. اثنين، الخطاب الإداري والفني داخل غرفة تبديل الملابس، لابد من تمكين اللاعبين في حال فاز الفريق وتأهل العوائد النفسية والشخصية والمالية بالنسبة لهم. للمنتخب اليمني ترقب كبير لموقعة الأحد ومسؤولية كبيرة يحملها ناشئون أمام ملايين اليمنيين الذين يتطلعون إلى فرحة لطالما كان هذا المنتخب هو مصدرها ونورها الممتد وسط أنفاق المعاناة والخيبات. سميح المعلمي. الله، سجلوها، دونوها، اكتبوها، بكم تلك السعيدة ستعود لها السعادة من جديد. نعم، بكم تلك السعيدة ستعود لها السعادة من جديد.